السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما غدا الأسرة كلها يكون بأقل من 20 جنيه ولذيذ وصحي وتقدري تحضريه في أقل من نص ساعة، يبقى يلا مع بعض نشوف الطريقة. رشينا الملح على البتنجان وحطيناه في المصفى وحطينا عليه تقل ونزل ميته. جهزنا بالطاسة حطينا فيها حوالي 5 معالق زيت، وبعد كده حطينا البتنجان بتاعنا. وبصي بقى على النار بتاعتنا اللي مش عالية قوي، يعني هنفضل ندوس عليه بالشكل ده. الطريقة الأصلية صاحبة الطريقة اسمها سلوى دست عليه بهرسة البطاطس. خلاص دوس خفيف 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 كده بحيث اما يستوي من تحت يستوي حلو قوي بقى. خلاص بعد كده أقل من 10 دقايق هنبتدي نقلب بتنجانية بتنجانية على الوش التاني. خلاص، وبعد كده ما الوش التاني يستوي هيبقى البتنجان جاهز معانا. فاضل ايه بقى؟ فاضل بقى دقة توم حلوة كده تعمليها ان شاء الله، هتخلي البتنجان دوت في حتة تانية. يعني هو كل الفكرة ان انا بضغط عليه بس في الطاسة، ايوه كده تقريبا، فهو كده هيستوي في اقل كمية زيت. والوقت حوالي لكل التسوية تلت ساعة، 10 دقايق للوش ده و10 دقايق للوش ده تقريبا كده. الدقة بتاعت التوم عبارة عن معلقة توم، معلقة خل، ليمون، وشوية كمون. هتحطي عليهم معلقتين مية وترشرشي بقى كده، وتحطي بقى كزبرة من فوق الوش، حاجة جميلة وطعم اخر حلاوة. ممكن بيض مسلوق جنبيها تبقى وجبة متكاملة. ممكن نكمل على البتنجان يبقى مسقعة. ممكن نعمل جنبه العيش اللي عملته قبل كده على القناة، نغمس بيه، كان معمول بالدقيق الأسمر زي ما هتظهر مقادير وكده. المهم ان برضه هتفضل وجبة غذائية منخفضة السعرات الحرارية.